تقدر عاد يوسف تجاه لاعب الصدري، محاولة ومرتد هجوم لفائدة فريق الجيش الملكي. اوه ممتازة عند النغمي. هدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي، هدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي. ولكن بعد هذه الصورة الجميلة لأنصار فريق الجيش الملكي غنطلب من الزميل نور الدين بمهاوي صعيب على ما كاينش تسلل تاتو كره ما خرجاش. هدف تعادل ديال اللاعب سلمان ود الحاج امامكم. فكانت فترة فراغ استغلوها فريق المغرب التطواني بهذا التمريره ديال اللاعب تاتو. كان هناك حرا طريقا سلمان والحاج الذي يهزم الحارس فكروش، والتعادل اصابه لمثلها بين الجيش الملكي والمغرب التطواني. الاول للفريق ديالو ثم خطا لا يغتفر للحارس اليوسفي، خطا لا يغتفر للحارس اليوسفي، وتتمكن اللاعب مصطفى اليوسفي من تسجيل الهدف الثاني. غادي نشاهدوا بالعرض البطيء الخطا الكبير ديال الحارس بورزوق الإمام، محاولة خطيرة والهدف، هدف جميل ديال اللاعب خضروف، هدف تعادل جميل ديال خضروف. كيفاش راهو وبالشكل ديال اللاعبين الكبار تيسدد وتسجل هدف التعادل. خضروف تمرر الى بورزوق. لاحظوا في هذا العرض البطيء تمويه ديال تاتو كيفاش راهو بالجسد ديالو وتسجل هدف التعادل في شباك كريم فكروش من طرف عبد العظيم خضروف. اذا 3-2 لفائده فريق المغرب التطواني، وعبد العظيم خضروف هو مسجل هدف التعادل لفائده فريق المغرب التطواني. كما قلت كل شيء ممكن في مثل هذه اللقاءات. أذكر بأن أولى لقاءات البطولة الاحترافية فريق الجيش الملكي الكرة تطمت بالحائط. واو هدف ديال اللاعب أنس المرابط، هدف ديال أنس المرابط. 4-2 لفائدة فريق المغرب التطواني. كما قلت كل شيء وارد في كرة القدم. الجيش لما فاز بتطوان قالت بأنها تأهلت، لكن هناك لقاء ديال الأيام يجب الاعتبار للقاء الأيام. 4 ديال الأهداف في شباك الحارس كريم فكروش.